يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل صينية لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل. هنعملها من غير سلق وفي نفس الوقت هتطلع معانا طرية والبشاميل كريمي وبيدوب في البق. يلا نشوف الطريقة والمكونات بتاعتنا. اول حاجة هنعملها هنبدأ بتعصيج اللحمة. هنجيب حلة على النار هننزل فيها بمعلقتين كبار من السمنة، وبعد كده نجيب بصلاية فرمناها في الكبة وهنبدأ نقلبها لحد ما تاخد لون بسيط، وهننزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هبدأ أقلب اللحمة لحد ما تاخد لون من جميع الجهات. بعد كده هنزل عليها بكوباية من عصير الطماطم ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم، هديهم تقليبة. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل. هسيب اللحمة لحد ما تتسبك، لكن هسيب شوية صوص، مش هخليها ناشفة عشان ده اللي هيسوي معانا المكرونة. بعد كده هنعمل بشاميل. نزلت بمعلقتين كبار من الزبدة وممكن سمنة وشوية زيت، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق. هديله تقليبة لحد ما يبقى ذهبي ويتحمر في الزبدة والزيت. بعد كده هنزل باللبن مع التقليب المستمر، ونزلت بحوالي لتر من اللبن. بعد كده هحط مثلث من الجبنة النستو وشوية من الموتزاريلا، واي جبن عندك تاني ممكن تحطيها، وممكن برضو تستغني عن الجبن، لكن هي بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. نزلت بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل، هديهم تقليبة وهفضل اقلب لحد ما البشاميل يوصل للقوام ده، ومش عايزاه يبقى تقيل قوي عشان لسه هيتقل معانا في الفرن. هنيجي بقى نعمل مكونات الصينية بتاعتنا. اول حاجة هننزل بشوية من البشاميل في ارضية الصينية. بعد كده هنجيب اللازانيا وهنكون محضرين صينية فيها مية سخنة مغلية. هنزل بقطعة اللازانيا في المية وهطلعها على طول، مش هسيبها جوه المية، يعني يدوبك انزلها واخرجها في نفس الوقت. الحركة دي بتخلي المكرونة تنزل النشا اللي فيها وفي نفس الوقت ما تتسلقش. بعد كده هرص المكرونة وهنزل عليها بشوية من البشاميل، وبعد كده هننزل بشوية من اللحمة المفرومة، وبعد كده هنحط عليهم شوية بشاميل كمان، وبعد كده هنحط برضو شوية جبنة موتزاريلا، ودي اختياري لكن هتخلي المكرونة بتاعتنا تشد وتبقى طعمها حلو جدا. انا يا جماعة جربت قبل كده اسلق اللازانيا وطلعت معايا المكرونة معجنة وطعمها مش حلو، وجربت برضو ان انا اعملها من غير سلق، والمكرونة حسيت وانا باكلها ان طعمها نشا وطعمها مش لطيف. الطريقة دي اخر حاجة توصلت لها، وكانت يعني مخلية بصراحة اللازانيا طعمها حلو قوي. لا حسيت بطعم النشا اللي بيكون في المكرونة، وفي نفس الوقت المكرونة مش معجنة لكن طرية، يعني بتدوب في البق كده واحنا بناكلها. قررت نفس الخطوات لحد ما كمية اللازانيا اللي عندي خلصت، وبعد كده هبدأ بقى احط البشاميل الباقي على الوش، وهغطي كل وش الصينية وهدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 180، لكن هغطيها الاول بورق فويل عشان تستوي معايا كويس. يعني انا هسيبها في الفرن حوالي نص ساعة. هي خدت نص ساعة في السوا، لكن زي ما اتفقنا احنا بنطلعها في النص عشان نحط الموتزاريلا على الوش عشان ما تتحرقش مننا. طبعا سبق وقلت لكم قبل كده ان الموتزاريلا لما بتتحط في الاول بتتحرق في الفرن وما بتشدش معانا. فانا طلعتها بعد ربع ساعة ورصيت الموتزاريلا ورجعتها تاني الفرن عشان الجبنة تسيح. واول ما ساحت معايا شغلت الشواية اديتها وش من فوق، وكده اللازانيا بقت جاهزة وطعمها حلو جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.